شوية نصايح وانتوا بتعملوا الملوخية. اول حاجة وانتوا بتشتروها اشتروا العود الكبير مش الصغير، عشان يسهل عليكم تقطيف الملوخية، وكمان تبقى الورقة عريضة وناعمة ما تبقاش خشنة، عشان الورقة الخشنة ما بيبقاش طعمها حلو. زي ما احنا شايفين كده ورقتها عريضة وناعمة، دي هتسهل عليكم التقطيف، هتتقطف بكل سهولة وكمان هتبقى جميلة. زي ما احنا شايفين بقطفها في ثواني، وانا بقطف الورق اللي تحت، بقطف الورقة بس وبسيب العود بتاعها بالشكل ده. انما بقى باجي من فوق بشيل بقى الورق بالعود اللي هو في النص ده، اخر كام ورقة دول بشيلهم بالعود بتاعهم عشان يعمل للملوخية عرق، بس ما بشيلش كل عيدان الملوخية، هي الجزء اللي فوق بس، عشان ما تعملش عرق جامد خالص. والملوخية انا ما بغسلهاش الاول، الملوخية بقطفها وبعدين بنقعها في شوية مية وارجع اغسلها لحد ميتها ما تبقى نشفة خالص. نيجي بقى لفرم الملوخية. لو عندك مفرمة زي دي كبة يعني بتفرمي فيها، لو عندك بقى ممكن تخرطيها بالمخرطة عادي. انا بضيف لها لازم فصين توم نيين وكمان فلفل اخضر، بتبقى تحفة، وبفرمها في الكبة بالشكل ده. او برضو لو بالمخرطة هتضيفي نفس التوم والفلفل وهتبقى تحفة، جربيها مش هتندم.